هذه الحلقة بالتعاون مع محتوايز. السلام عليكم، أنا آية خميس من الجزائر، عمري 20 سنة. أول شيء شكرا من القلب على هالبودكاست الحلو، عن جد شكرا بمعنى الكلمة. يا أخي هالبودكاست هيك طعمه غير، هالبودكاست بيخليك تحس إنه عن جد لسه في خير بهالدنيا، لسه في أشخاص كويسين بهالعالم. بعد ما سمعت حلقة الامتنان وبعد ما عطيتنا تمرين، صراحة في تمرين هيك بدي أضيفه. تمرين صراحة ما عنده عمر محدد، هو صالح لكل الأعمار، أطفال، مراهقين، كبار بالسن. سوي التمرين كالتالي: بناخذ علبة شوكولا أو بوكس، بنكتب فيه كل ليلة أشياء نحن ممتنين لوجودها أو لأنه صارت بهاليوم. على فكرة حتى الأطفال الصغار فيهم بيعملوا هالشي، يعني بتعطيه بوكس بتخليه يزينه مثل ما هو بده وبيلونه مثل ما بده وبيكتب عليه شو ما بده وبيحطه جنب سريره قبل ما بينام. فبآخر الشهر بنفتح البوكس وبنقرأ شو كتبنا أو شو مكتوب على الورق، فبنحس إنه واو هالشهر صار في شغلات حلوة فيه، لأنه نحن بآخر الشهر ما رح نتذكر شو صار بأول الشهر وشو الشغلات الحلوة اللي صارت بأول الشهر. ففي ناس رح تقول إنه ما صار شي حلو باليوم، يعني مشان نكون ممتنين له. لا، في كتير شغلات، أبسط شغلات بتكتبيهم عادي أو بتكتبهم عادي. مثلا أنا ممتن كوني مسلم، أنا ممتن كوني سمعت بودكاست صباحو أنا ممتن كوني عندي عائلة، فالحمد لله على كل شيء. وهالتمرين بيساعد الأولاد الصغار على أنه بيتعلموا كيف بيشكروا لحالهم، مش يعني بتلزمهم قول كلمة شكرا لعمك لأنه عطاك شوكولا، قول كلمة شكرا لمعلمتك، قول كلمة شكرا لفلان. لا، هالتمرين لحاله بيخليه بيعرف معنى الشكر، معنى الامتنان، فبيصير لحاله بيستعملهم. وهذا هو التمرين. شكرا وإلى اللقاء. شكرا لمتابعتنا آية من الجزائر، وتحية لكل مستمعين بودكاست صباحو من الجزائر الشقيق. وشكرا على الإضافة اللطيفة يا آية، وصباح الخير على كل مستمعين صباحو من كل أنحاء العالم. لاحظتوا شيء في هالحلقة؟ ما لاحظتوا؟ من جدكم؟ طيب وقف الحلقة وطالع على رقم الحلقة. لاحظت؟ وصلنا الحلقة 98، يعني باقي حلقتين ونحتفل بوصولنا إلى 100 حلقة. الله! وبيصير أني كنت معاكم 100 يوم وأنا أرافقكم في طريقكم للعمل، للجامعة، حتى وانتوا جالسين في بيتكم أو المقهى. جهزوا حالكم لاحتفالية 100 حلقة إن شاء الله قريب. طيب قبل ما نبتدي حلقتنا أبى أنصحكم ببودكاست تسمعونه، أنا أحب أستمع له بصراحة، خفيف ولطيف وياخذك بهدوء العالم ثاني، مواضيع تحاكي حياتنا اليومية. رسالة فريق عمل هالبودكاست تقول: نرافقك في مشاويرك، في توقفات يومك، في أعمالك وفي وقت البريك. بودكاست على الرف يقربني إليك لأهمس لك بأن لكل شيء استكمال وروح وجمال. الله الله! أنصحكم تستمعوا لبودكاست على الرف اللي خليت لكم رابطة في وصف الحلقة. حلقتنا اليوم راح تكون قصيرة وخفيفة وفيها بعض النصايح الجميلة اللي راح تحبها أكيد. وأبشركم سويت بلوك على رقم خوينا اللي صار يدق علي في الحلقة الماضية عشان لا يزعجني في هالحلقة. والحين وقبل ما نبدأ حلقتنا، أعطوني هذيك الابتسامة اللي تشرح الخاطر وانتوا تقولوا معاي يا صباحو. أكيد إن الكل يحب يكون محترم في الوسط اللي هو عايش فيه، إنه يكون من الناس اللي يحسبون له 1000 حساب قبل ما يتكلموا معاه في أي موضوع. الاحترام والتقدير من الحاجات الأساسية للإنسان، لذلك في هالحلقة القصيرة راح أعلمك كيف تكسب احترام الناس من خلال هالقواعد البسيطة. جاهزين؟ حلو، نروح للقاعدة الأولى. القاعدة الأولى هي الانطباع الأولي، أو بلغة أهل اللي ما يفهمونها بالعربي
الفيرست امبريشن، يعني أول نظرة يشوفوك فيها الناس، وهالانطباع مهم جدا، لذلك خليك حذر في هالمواقف. شلون؟ راقب طريقة كلامك ونبرة صوتك، اهتم بشكلك الخارجي، خلي مظهرك لائق بالمكان اللي انت فيه، حافظ على التواصل البصري بينك وبين الشخص اللي قدامك، لا تصير خفيف وتضحك على أقل شيء، وان ضحكت لا تضحك هذيك الضحكة اللي يسمعك فيها أهل المشرق والمغرب. اثقل، ترى الثقل زين في الانطباع الأول. وهذا ياخذنا للقاعدة الثانية، وهي خلك رصين. خلك رصين يعني لا تتكلم في كل شيء وفي كل وقت، لا تسوي نفسك فيلسوف زمانك وتحاول انك توري اللي قدامك انك تفهم في كل شيء. ترى عادي اذا انك ما تفهم في شغلة معينة، مو عيب، شارك بس بحدود معرفتك، ومثل ما قلت لك لا تضحك ضحكة عالية، يكفي تبتسم. القاعدة الثالثة انك تحافظ على وعودك، لا توعد وتخلف. الحفاظ على الوعود وحفظ العهود راح تكسبك احترام الناس، يعني خلك قد كلمتك، لا تقول شيء وإذا حقت حقايقها ما يشوفون إلا الغبرة. رابع قاعدة، من تواضع لله رفعه. وتصور أني أسهبت في الحديث عن التواضع في حلقة تواضع وعظمة، اسمعوها وراح تعرفوا بأن التواضع صفة العظماء، وأن التكبر من شيم الجبناء. رابط الحلقة تلاقوه في وصف هذه الحلقة. القاعدة الخامسة هي أن خلك مبادئ وتمسك فيها. الإنسان اللي بلا مبادئ وقيم معناتها إنسان بلا هوية وبلا روح. خلى نفسك مبادئ والتزم فيها، وخلي الناس تعرف أن عندك مبادئ، ووريهم إيش قد أنت متمسك بهالمبادئ ومؤمن فيها. السادسة تقول لا تعتذر. الاعتذار صفة الشجعان، لكن لا تصير كلمة الاعتذار عندك وكأنها علج في بوزك، وإنك سهلة تقولها حتى وإنت مو غلطان بس عشان ترضي اللي حواليك. كثرة الاعتذار اللي مو بمكانه يوهم الناس بأنك ضعيف شخصية، ولازم تعرف إن الاعتذار له وقته وله مكانه المناسبين. سابع قاعدة، لا تصير مسيلمة الكذاب. لا تعتقد ان الناس بتحترمك اذا اعطيتهم من قصص بطولاتك الوهمية يا عنتر زمانك. لا تقول انك سويت اشياء انت ما سويتها عشان توري الناس ايش قد انت قادر توصل لكل شيء. شيء مهم بعد، لا تعتقد ولا 1% ان كذبك بيمر على كل الناس او انه بيستمر لفترة طويلة، الا ما يجي وقت وتنكشف، وساعتها دور على الناس اللي تحترمك. القاعدة الثامنة، لا تضيع وقت الناس. احترم أوقات الناس عشان الناس تحترمك. إذا اتفقت مع أحد أنك بتجيه الساعة الفلانية، التزم، لا تجي قبل لأنه يمكن يكون مو جاهز، ولا تتأخر لأنه لازم تحط في بالك بأن وقت هالآدمي مو ملكك أنت، وأنه كان يقدر يخلص 1000 شغلة بينما أنت مشغول في تمشيط شعرك قدام المراية ومأخر الرجال. لا صحيح، ليش ركزت على الشعر؟ يمكن لأني محتار، لأني أقرأ. تاسع قاعدة تقول لا تصير نمام. النميمة تسبب الفتنة، وإذا عرفوا اللي حواليك إنك نمام وكثير سوالف عن الناس راح يشمئزوا منك وما يحبوا حتى إنهم يجلسوا معاك، وبكده راح تفقد احترامك ومكانتك عندهم. القاعدة العاشرة، لا تتعصب لرأيك، وخليك منفتح على آراء الآخرين، وتقبل الآخر وتعلم منه. قد يشوف شيء أنت ما تشوفه، لا تحاول تفرض رأيك على الناس، واكتفي بطرح وجهة نظرك بطريقة لطيفة ومن دون استنقاص لآراء الآخرين.
القاعدة رقم 11 تقول خليك ملهم للمحيط اللي حواليك، خليك قدوة، خلي الناس تتمنى تصير مثلك، خليهم يقولوا نبي نصير مثل فلان، ناجحين، وإن راح يستفيدوا من تجاربك ونجاحاتك عشان ينجحوا هم بعد. 12 تقول اهتم بالآخرين، خليك صاحب قوة، ساعد الناس قبل ما يطلبوا منك المساعدة ومن دون ما تنتظر مقابل مساعدتك. ازرع الخير لوجه الله، وأكيد راح يجازيك الله باحترام الناس لك وتقديرهم لمكانتك. القاعدة 13 لا تكون لطيف زيادة عن اللزوم. تعلم تفرق بين انك تكون لطيف مع الناس وبين انك تتركهم يستغلونك، وهالشي يصير لما تتعرض لسوء معاملة. وهم بعد تعلم متى وكيف تقول كلمة لا، مو كل شيء تقول موافق كأنك حياة الفهد في مسلسل رقية وسبيتشة. موافقين. القاعدة الأخيرة لا تصير كثير قرقة وثرثار في كل موضوع تتكلم، تدرب على أنك تستمع أكثر من أنك تتكلم. وشغلة بعد مهمة، لا تكون سريع الغضب أو الاستفزاز، لا تتأثر بسرعة، يعني بالمختصر تحكم بعواطفك ومشاعرك. إذا اتبعت هالقواعد هذه تأكد تماما أنك راح تنال احترام الناس وتقديرهم لك. وتذكر دائما احترم تحترم. وصلنا لنهاية حلقتنا القصيرة اللي أتمنى أنها أعجبتكم. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أنكم تسعدوني بنشرها. إضافة التعليقات والتقييمات اللي يستحقها البودكاست على تطبيق البودكاست المعروفة مثل أبل بودكاست وجوجل بودكاست. وهم بعد لا تبخلوا علي بالاشتراك في قناة البودكاست على يوتيوب، واللي خليت لكم رابطها في وصف الحلقة. الحين أقدر أقول لكم في أمان الله، وأتمنى لكم صباح جميل وأسبوع أجمل، ويا صباح.